باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النجاح شعور حلو. أي نجاح في أي حاجة حلو. لو نجحت في شهادة، لو نجحت في ماجستير، لو نجحت في صفقة، نجحت في بيعة. ده أنا أقول لك حاجة بسيطة. ده أنتوا لو عندكم حنفية في البيت أو خلاط في البيت ومعصلك شوية وبيخر وجبنة سباك ومعرفش اعمله، وبعدين انت جيت مره كنت قلقان بالليل، فضلت تحاور وتغير جلده وتعمل جوان وتعمل مش عارفين، ومره واحده تصلحي. ده انت تاني اليوم عاوز صفحه في الاهرام تكتب انجازك. لان الحقيقه النجاح شعور مفرح. وولاد ربنا لما بيكونوا ناجحين دي حاجه حلوه، لان الناس بتشاور عليهم وتقول هم دول اولاد ربنا الناجحين. مهما اتكلمنا عن الاتضاع ومهما اتكلمنا عن الانسحاق وانكار الذات وان استخبى من المجد الباطل، لكن مهم ان اولاد ربنا يكونوا ناجحين. عشان كده عاوز اتكلم معاكم النهارده في موضوع حياتي يمسكم، بس من ناحيه روحيه، وخاصه لو كنتوا في سن بعضكم بيدرس وبعضكم اتخرج وبيشتغل، وفي تحديات وفي ترقيات وفي تشالنجز. فعاوز اتكلم على النجاح من مفهوم مسيحي، أو النجاح في مخيلة الإنسان الروحي يكون شكله إيه؟ هتقول يا أبونا هو كل حاجة لازم نفلسفها، النجاح من وجهة نظر مسيحية والنجاح من نظرة العام هو لا. الحقيقة الإنسان الروحاني اللي بيحب ربنا حتى نجاحه له مواصفات، وبيفرق عن نجاح كتير ناس تانية، لدرجة إنه ممكن يرفض طرق تؤدي إلى نجاح لأنها لا تتفق مع صوت الله اللي جواه. فهنتكلم النهاردة على موضوع اسمه النجاح من مفهوم مسيحي. هتكلم على 3 نقط بس النهاردة، كل نقطة كده ب7 دقايق مش أكتر. أكتر حاجة بتشغلنا كناس ولاد ربنا لو إحنا فعلا عايشين في مخافته ومحبته، أن هذا النجاح يكون مصدره الله. نجاح مصدره الله؟ إزاي؟ زي ما الآيات الجاية دي بتقول: وكان الرب مع موسى فكان مع يوسف فكان رجلا. يعني النجاح هنا الكتاب وصفه ازاي؟ ان عبارة ان ربنا ماسك ايد يوسف وبينجحه. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. طب تعال نشوف الآية اللي قالها نحمية في نحمية 2 قبل ما يروح عشان يبني آثار أورشليم. قال ايه؟ إله السماء يعطينا النجاح. يعني ما بينسبش النجاح لحكمته ولا ازاي اتكلم مع الملك ولا ان هو راجل بركة. لا 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 لا، احنا إله السماء هيدينا النجاح واحنا نقوم عبيده علشان. وبولس الرسول بالرغم من كراسته المنتشرة وال14 رسالة وخلص قارتين آسيا وأوروبا، شوف يقول كده إيه: ليكون فضل القوة لا منا بل من الله. خلي بالكم إن كل الناس دي كانت ناجحة، أو حد يقدر يقول لي في كارث على مستوى العالم وصل لكراسة بولس الرسول؟ بس بولس الرسول لما جه يتكلم عن النجاح قال القوة مصدرها الله، النجاح مصدره الله. نحمية قال هو اللي هيدينا النجاح واحنا اللي هنقوم ونبني. يوسف ناجح في بيت فوطيفار وناجح جوه السجن، لأن الله حتى في السجن صنع له لطفا، علشان نجاح مصدره الله. طب ازاي؟ هو احنا ملناش دور؟ لا، انت هتتعب وتشقى وتحاول وتقوم وتقع وتحاول وتقوم وتقع، بس جواك كإنسان مسيحي النجاح مصدره مين؟ الله. ليه؟ ليه لازم النجاح يكون مصدره الله؟ هقول لكم. عارفين ليه؟ لأن أسوأ ضربة بعد النجاح الكبرياء. أسوأ ضربة بعد النجاح. يعني صورة أنا جايب 99 في الثانوية العامة مثلا، يعني 99. مش عايز أقول لكم إحساسي شكله إيه. في كم عبقري في مصر زي كده. ده المفروض بابا وماما يعملوا لي مطانيات. أنا فرحت قلبهم يعني.
نفسي حد يقابلني يقول لي جبت كام. ده اللي بيحصل معانا كلنا، بيحصل معانا كلنا. عايز احكي لكم على حاجات عمليه. الزهو والافتخار بيحارب الانسان، والانسان يستسلم له وينسب النجاح لنفسه لو ما كانش مؤمن ان كل نجاح مصدره الله. لدرجه في مره كانت ماسكه بنتها في اعداديه، وبنتها جابت 98.5 في اعداديه. قصه قديمه مثلا من 20 سنه. فداخله بيها الكنيسه، فبيقول له عملت ديك الاعداديه، طلعت مدرسه الاحد بقى والميسات، جابت كام جابت كام. فالام بقى مش مديه الفرصه البنت تتكلم. ليه؟ الام متضعه جدا وجميله جدا، فتقول لي ربنا عمل معانا اللي ما نستحقهوش، ربنا عمل اللي معانا اللي ما نستحقهوش. البنت جابه 98.5، مش عارف صدقني جابتها ازاي. ده ربنا وستر ربنا وستر ربنا، هو اللي كان بيفكرها بالاجابات، ده حتى السؤال اللي ما كانتش عارفاه ربنا فكره لها. البنت راحت فلتة ايدها من ايد امها، يعني انا ما عملتش حاجه؟ ربنا انا فين؟ يعني الله، هو ربنا اللي جاوب ولا انا؟ انتوا خدي بالكم الذات اللي جوانا تحب تنسب النجاح لعبقريتي، بعد نظري، رؤيتي. كل واحد ينسب النجاح لنفسه. لو العيل نجح الاب يقول ابني جينات، انا كنت زيه كده، اذاكر قليل واجيب معه كبير. ولو هو نجح تقول الام تقول تعبي وسهري معاه، كنت بسمع له الجغرافيا قبل التاريخ. ده الامهات. ولو الواد سقط ابنك يا هانم وتقول له فين جيناتك؟ فاحنا عندنا مشكله كبشر بسبب الذات العاليه، بننسب النجاح لنفسينا، ودي مشكله خطيره قوي. عايز احكي لكم على واحد اسمه نبوخذ نصر، بنى مدينه عظيمه اسمها بابل. شوفوا نبوخذ نصر عمل ايه. قال بابل العظيمه التي بنيتها بقوه سلطاني، انا اللي سبيت الشعوب دي كلها. انا فربنا بيقول له عشان انت بقى اتكبرت كده وافتخرت، هوري لك النتيجه شكلها ايه. ان قعد 7 سنين يمشي على ايديه ورجليه وياكل عشب الحقل، النجيله يعني زي الحيوانات. ده منظره ايه؟ ده بقى شكله ايه؟ ده حاجه صعبه قوي. فربنا اكتر خطيه تتعبه انك تسرق مجده. فتلاقي دايما الانسان الروحاني المسيح بيفرح بالنجاح، بس بينسبه لله ويقول له اشكرك انك فرحت قلبي، لانه عارف انا لو جينيوس واحسن واحد ممكن يجيب اعلى درجه في اي امتحان، وجات لي حمى الساعه 3 الصبح في مصاريني وحرارتي بقت 40 ومش مقدم اعتذار، وتاني يوم كان اول يوم ده من امتحان عربي، مش عارف لسه ولا كده ولا لا، ودخلت العربي النصوص على البلاغه على الادب سايح على الانشاء، الورقه مش شايفها والكلام بيرقص قدامي. قول لي بقى يا عبقري هتجيب كام؟ ولا حاجه. فحتى لو انا شاطر ومجتهد، ده لولا ستر ربنا، لولا عمل ربنا، لولا سندة ربنا. زي ما حكيت لكم على نبوخذ نصر، عايز احكي لكم على شخصيات معاصره الحقيقه يمكن انتوا بعضكم ما تعرفوش عنها. واحد اسمه الله ينحسه الدكتور ثروت باسيلي. ده دكتور ثروت باسيلي ده كان عامل شركه ادويه كبيره قوي اسمها امون، وكان اول واحد يقتحم مجال الادويه وياخد تراخيص ويصنع ادويه اجنبيه في مصر هنا. فالراجل ده كان في منتهى الاتضاع. ده لما جه يبيع بقى الشركه بتاعته، مش عارف باعها ب9 مليار ولا ما اعرفش انا، كانت يعني حاجات ارقام بقى ما حدش يعرفها يعني عمل اللي ما حدش عمله بصراحه قبل. عمرك ما تقعد معاه وتحس ان عنده احساس بالزهو او كبرياء او بابل عملتها بقدرتي. كان كل ما يتكلم على ستر ربنا، وازاي جت عليه ايام كان عليه شيكات على المصانع لازم تتسدد للبنوك وما كانش معاه، وكان صاحبه الانبا انطونيوس.
فياخد العربيه لدير الانبا انطونيوس، يقعد يومين 3 او يوم، يرجع يلاقي الفلوس راحت. جت ازاي ما يعرفش. وكان يحكي في كل نجاحاته، لو ما كانش ستر ربنا وسندة ربنا وزقة ربنا عمري ما كنت هنجح ابدا، لان العقل بيقول مش ممكن. طب ده انت تقعد تحط رجل على رجل تقول انا اول رجل اعمال مصري يقتحم صناعه الدواء في مصر. انا ابتديت براس مال 2 مليون، دلوقتي عندي 95 مليون او تبر يعني. لا، ده انسان مسيحي ناجح، بس فرحان مش بانه حقق ايه، ربنا عمل بيه ايه، ده من حقك تفرح بيه. اقول لكم حاجه تانية. واحد كلكم تعرفوه يعني، مسار كلام في واحد اسمه باشمهندس نجيب ساويرس. في احد اللقاءات كده جت على التلفزيون ولا جت في برنامج ايه، لما بيكلموه المذيعه بتقول له يعني والجهاد وجاء، لا جهاد ايه واجتهاد ايه، ده لولا ربنا. انا بصراحه بحب ربنا واتعلمت من بيتي في امي ان احنا نخاف ربنا، وامي كانت تودينا الكنيسه وترجعنا الكنيسه، فاحنا طلع في قلبنا مخافه الله. فبقدر الامكان حاول ارضيه وما بحاولش اعمل شر، بس كل اللي انا فيه ده رضا ربنا وتوفيق ربنا. لا تقولوا لي ذكاء ولا ما ذكائش، هو ربنا. عجبني قوي. وبعدين واحد من اللي قاعدين سأل، بعت له سؤال كده بيقول له انا حظي وحش وحظي وحش وحظي وحش وحاولت انت يا دوت يعني، زي برنامج كده كنا قاعد على مسرح وفي ناس، فواحد بيساله فبيقول له يعني انت وانت وانت وانت، قال له طب انت طلبت من ربنا؟ طب انت صليت لربنا؟ وجئت الراجل بدل ما يقول له شغل فلوسك في البورصه، تعالى وانا اقول لك استثمر لك فلوسك، طب ادخل مع شريك، ما بيدلوش نصايح اقتصاديه، ده بيقول له صلي من ربنا واطلب ربنا وجرب ربنا. ايه ده؟ الحقيقه انا يعني انجاز التعبير اتكيفت ليه؟ لان شفت صوره لنجاح يمجد فيها الانسان ليس ذكاؤه ولا قدراته، بل قدره اللي زقه عشان ينجح ويفتح له الابواب. هو ده النجاح بمفهوم مسيحي. كان في خادم عندنا في الكنيسه هنا، ربنا يديله الصحه والعمر، هو كبر قوي في الايام، لكن كان كل سنه اولاده ينجحوا يجي يعمل، كان زمان في حاجه اسمه قداسات خاصه، يعمل قداس اسمه قداس شكر علشان يشكر ربنا على عمله، لانه بدونه لا نستطيع ولا نقدر ان نفعل شيء. يبقى من حقك تفرح بإلهك اللي كان معك فصرت رجلا ناجحا. من حقك تفرح بإلهك إله السماء الذي يعطيك النجاح، وتقول مع بولس الرسول علشان يكون فضل القوة ليس منا بل من الله. يبقى أول شرط في النجاح اللي عاوزكم تنجحوا يا أولاد، لأن مش عاوز فيكم فشلة ولا عاوز فيكم سلبيين، ده ما يرضيش ربنا. أنا عاوزك تبقى ناجح زي ما بولس، زي ما يوحنا الحبيب بيكلم تلميذه في كل شيء أروم أن تكون ناجحا. بس أول شرط النجاح يكون مصدره مين؟ ربنا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية الوسيلة في النجاح لازم تكون وسيلة ترضي ضمير الإنسان المسيحي، لأن في ناس عشان تنجح ما بتفكرش الوسيلة بتاعت النجاح صح ولا غلط. المهم إن أنا إيه؟ أنجح. أغش ولا ما تغشش؟ ما تغشش، لا أغش بس أنجح. عايز أحكي لكم حاجة على مناسبة الغش دي. أنا من 84 ل 87 كنت في الإكليريكية القسم المسائي، وكان في واحد اسمه الله يرحمه نفسه شاكر باسيليوس، كان بيدينا اللغة القبطية، وكان راجل جميل قوي الله يرحمه نفسه. فكان عندنا حاجة في الإكليريكية في امتحانات. انتوا عارفين في أي كلية تانية في الدنيا اللي بيمتحن ويتمسك يغش بيعملوا فيه إيه؟ القانون بيقول يقعدوه 2 بس هو عادة اللي بيحصل يحرموه السنة اللي هو فيها ويدوا له فرصة في السنة اللي بعديها، بس يلغوا درجاته كلها. ده القانون. الكلية الإكليريكية كلية، بس النظام فيها إيه؟ لو اتمسكت وأنت بتغش تترفد من الكلية، تترفد.
ولا يعاد قيدك خالص. ليه؟ لأنك إزاي تكون في كلية بتدرس فيها اللاهوت وبتدرس فيها وصية المسيح ومزنوق في اللغة اليونانية، فبصيت في ورقة اللي جنبك أو في ورقة اللي قدامك أو بسبستله. الحاجة الغريبة إن كنت عارف كده، وأنا بمتحن مسكوا ناس بتغش. يعني الناس مش قادرة تقاوم إنها تغش. طيب إيه قيمة إنك أنت واخد بكالوريوس العلوم اللاهوتية والدراسات الإكليريكية وأنت غشاش؟ أنت معاك شهادة لكن قدام ربنا أنت حرامي. هو النهون أهم الشهادة ولا إنك تبرر أمام الله؟ ففي ناس كتيرة قوي مش مهم الوسيلة في منهجها، لكن المهم إن يحقق النجاح. عارفين زي مين؟ زي كل التجار اللي عندهم الديفولت إنه يحلف ويكذب في سعر البضاعة. مثلا أنت بتشتري قطع غيار، تقول له عاوز 4 بوجيهات مش عارف فيات، يدهم لك، يبيعهم لك مثلا، اما انا ما اعرفش البوجيهات بكام دلوقتي فخايف اقول رقم، هنقول اي رقم، حاجه 200 جنيه، اي حاجه ب 200 جنيه. تقول له مش كتيره، ده انا جايبهم الاسبوع اللي فات ب 100 جنيه. يقول لك انا مش كسبان فيهم 10 جنيه. تقول له 10 جنيه، يروح حالف 3 حلفانات ورا بعض، يقول لك موعى ارجع اشوف ولادي. هو انت قد اللي انت بتقوله؟ بس كل ده بيعمل حاجه، ان عاوز ينجح في تحقيق البيعه. بس انا مش مصدق يحلف بكل حلفانات اللي فيها اسم الله. بس المهم ثبت الزبون، المهم طلع ال 140 او ال 200 جنيه اللي في جيبه، وفاكر نفسه ان دي شطاره. يقول لك التجاره شطاره، شطاره انك تكون امين، مش انك تكون كذاب وتكون حلاف بالكذب. فاوعوا يا ولاد، لو عندكم نجاح الثمن بتاعه انك تكسر وصيه المسيح، او تيجي على ده تتفرجوا على الشغل بقى اللي بيشتغل فيكم او اللي لسه هيشتغل، هتشوفوا بقى، هتشوفوا العصافير اللي بتصوصف في اوضه المدير، ودول كتير الحقيقه. يعني ممكن لو انت انسان امين مسيحي كويس، ممكن تكتشف ان الشركه كلها عصافير وانت الوحيد الغراب. يعني انت الوحيد اللي ماشي بالحق، ففي نظرهم غراب. ليه؟ الناس عاوزه تترقى والناس عاوزه تنجح، وبعدين في مأموريه. المأموريه دي بيني وبين صاحبي، بس المأموريه دي على الاقل اسكندريه يومين فيها 3000 جنيه احطهم في جيبي، وانت عارف المرتب كله 7000 جنيه، وال 3000 جنيه عن 3 ايام. ادخل المدير ما اجيبلوش سيره، بس انا عارف ما هو انا يا سامي، فاقول له ادعي لسامي يا فندم، عنده دور برد كده وصحته مخوخه اليومين دول وانيميا مش عاجبني كده. يقول لي لا طب كويس، انا كنت هسفره، خدها انت بقى. ليه؟ طب ما نستنى اسبوع ياخدها سامي. يقول له لا يا حبيبي خدها انت. ده في ناس ايه مبدعين، يعني الشيطان بيقف بيسقف، يعني بياخد نوتس، يعني هم يبتكروا شر والشيطان ياخد نوتس، يقول ما كانتش عندي دي، ما كانتش عندي دي. يعني مش محتاج الشيطان يوحي له بحاجه، بس هو هنجح مهما كان الثمن، حتى لو هدوس على اي حد. لا، الانسان المسيحي ما يكذبش ولا يحلف علشان، ولا يغش عشان ينجح. ممكن جدا ناس تكسب قضيه باللعب في الورق. محامي لازم يكسب القضيه، ده اكل عيشه. ده انا اقول لكم حاجات بتحصل في العالم عشان تبقوا عارفين اللي بيحصل، الشر اللي في العالم شكله ايه. فالمحامي يقترح ان حد يغير عنوان بطاقه، يعني يخلي الست تغير عنوان بطاقه في حته تانية، ويخلي المحضر يروح في الحته اللي فيها بتاعه. المحضر مش هيلاقي مين، مره 2 3 يبقى الراجل اللي ما جاش هو اللي ايه، وتلاقي نفسك اخدت حكم ماشي في اشاره، يقول لك الرخص يا باشا، يراجع على الكمبيوتر يقول لك انزل اتفضل. ليه؟ انت معانا سنتين في سجن ابو زعبل. سنتين ليه؟ يقول انت عليك حكم. ليه؟ لان في محامي ما عندوش ضمير، كان عاوز ينجح ويكسب القضيه حتى لو بالكذب، ولما تقول له ان ده غلط يقول لك لا ده شغلنا.
هو ده صح ان واحد يتظلم؟ هو ده صح ان واحد يجيب شهود زور علشان يكسب من اخوه 2 قيراط ولا 3 قراريط، عشان القيراط بقى قيراط مباني والقيراط هيتباع له ب500,000، ويرجع لمراته يقول لها، عارفين زي مين؟ زي ايزابل مرات اخاب، نجحت وخدت الحقل بتاع نبوت اليزرعيلي بالزور، بس نجحت. بس ازاي؟ هل ده ينفع معانا احنا؟ ما ينفعش. راجع ضميرك يا ابني، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتكسب الارض، هتاخد فيها متر تدفن، لكن هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ ولا حاجه. قاعده: لابد ان النجاح يكون مصحوب بالامانه، بسلوك طاهر وقلب نقي. احنا قلنا حاجتين: الحاجه الاولانيه نجاح مصدره الله، 2 الوسيله ترضي الله ولا تخالف وصيته. ده تحدي صعب لان ما حدش هيعمل كده. واوعى تقول العالم كله بقى في الشر، طب انا اعمل ايه؟ هقول لك حتى لو كنت لوحدك، اثناسيوس قال وانا ضد العالم، بس انت اللي هتخش السماء، ومش بالضروري ان كل الناس هتخش السماء. هو قال كده: قليلون يخلصون، لان ما بيغشوش، ما بيكذبوش، مش بينجحوا زور وغلط بالغش. اخر نقطه: الانسان المسيحي الروحاني يحترس من النجاح المؤذي. النجاح الايه؟ المؤذي. يعني ايه النجاح المؤذي؟ في آية قالها يشوع ابن صراخ، ودي من أسفار الحكمة، هقرا لكم الآية وانتوا هتفهموا. يشوع ابن صراخ في الإصحاح 20 بيقول حتة آية عاوزكم تركزوا فيها. بيقول ايه؟ رب نجاح يكون لأذى صاحبه. ايه؟ رب نجاح يعني لعل هناك نجاح ممكن يكون لأذى مين؟ صاحبه، مش لمنفعة صاحبه. هو في نجاح ممكن يكون لأذى صاحبه؟ فلازم أخلي بالي من سؤال: نجاحي على حساب إيه أو على حساب مين؟ لأن ممكن وأنا بنجح من غير ما أحس أنا بأذي نفسي. فاسمع كويس الأمثلة اللي هقولها لك من الحياة. على سبيل المثال، أعرف إنسان اشتغل في أحد الشركات الأمريكية وهو عنده 30، وصل لمنصب لا تتخيلوه، اللي هو بياخد يعني $1,200,000 في السنة. ما فيش حد 30 سنة بياخد مليون، وهو يعني مش ده، هو بس مدير ناجح قوي قوي، فوصل لمرتب عالي قوي قوي، بياخد $100,000 في الشهر. دي حاجة كبيرة قوي في أمريكا. بس كان شغال ليل ونهار، فقد أدميته، فقد إحساسه بالحياة. هو لا يعلم إلا الجداول والتيبلز والديسيجنز والميتينجز، لدرجة إن كان بيشتغل 20 ساعة في اليوم. إيه اللي حصل له في الآخر؟ كان مستني إن يحقق ربح كذا، 3 مليار في الكوارتر الأولاني، حقق 2 مليار. عارفين حصل له إيه؟ نيرفز بريك داون، يعني انهيار عصبي. دخل مستشفى، حولوه المصحة، خرج من المصحة ممنوع يشتغل أي شغلانة فيها ستريس، فبقوا مقعدوه في بيته. والشركة عشان برضو إيه؟ يعني كانوا أصلة، بالرغم من ده مش طبع الشركات الخاصة ولا الرأسمالية. الناس اللي بتتكلم ورا ادوا له $5,000 وهو في بيته. دي مش ما بيحصلش، بس يعني عملوا كده. يبقى هنا النجاح كان على حساب ايه؟ صحتي، وعلى حساب ان انا ضعت خالص، مش نافع في حاجه تاني. علشان كده احذروا من حاجه اسمها النجاح الاعرج. عارفين يعني ايه حاجه اعرج؟ يعني ايه نجاح اعرج؟ يعني حاجه على حساب حاجه، يعني نجاح برجل واحده. انا نجحت بس في الوقت نفسه خسرت الرجل التانيه. اديكم امثله. ممكن جدا يكون في اب
كان معقول وعايش كويس. انا ما بتكلمش عن الناس المعدمه اللي الضروره دفعتها لكده، بتكلم على واحد ممكن كان يعيش هنا كويس، بس الاوفر اللي جاله في احد الدول كان اكبر شويه، فاخذ قرار ان هيسيب مراته ويسيب اولاده هنا. الحقيقه في نقله في الفلوس، والحقيقه جاب شقه لكل ولد. يمكن كان هيبقى صعب قوي هنا في مصر ما يجيبش غير شقه واحده كاستثمار ويقول لاولاده خدوها انتوا الاثنين بيعوها وكل واحد يشوف حياته مثلا يعني. فظاهريا يقول لك الناس دي وصلت، دول عدوا، ده ابوهم بيغرف بترول وبيجيب. بس هو ما يعرفش ايه اللي حصل في نفسيه مراته، وما يعرفش ايه اللي حصل في نفسيه ولاده. وامام الله شفت السيناريو ده متكرر، والمسيح شاهد على ضميري. يرجع الاب بعد 22 سنه 23 سنه بس ما كانش بيشوف ولاده غير 15 يوم في الشتاء و15 يوم في الصيف. يرجع بعد 20 سنه و22 سنه خلاص طلع معاش، سوى، ادوله مكافاه وراجع بقى يستقر ويكمل الفيلا. اوكي، ولاده يقولوا له في وشه ما تشوف لك بلد تاني، انت افتكرت تعمل علينا اب؟ انت جاي تحاسبنا هنخش البيت الساعه كام؟ ما احنا عايشين في المرمغه بقالنا 20 سنه، بقى بعد ما شاب يودوك كتاب هتحاسبنا دلوقتي؟ لا 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 لا، شوف لك بلد تاني. افتكرت انك بابا؟ خساره فادحه. امثله من الحياه فيري ديفوت، يعني مخلصه جدا لشغلها قوي، وبتنجح وبتشبط في شغلانه بشغلانه بشغلانه بشغلانه. لما بناتها كبروا كان عندهم داده بقى اسمها صباح، داده اسمها من نيجيريا اي حاجه ولا من اوغندا اي حاجه. هي دي امنا مش ماما. انت كنتي ATM ماشين، لكن احنا ما شفناكيش. احنا كنا بنشوفك في المواسم والاجازات الرسميه والشهر اللي بنقعده في الساحل، لكن احنا مش اصحاب. خسرت امومتها وخسرت بناتها وخسرت صداقتهم. علشان ايه؟ مش قادره تقاوم المنصب ومش قادره تقاوم الفكره، وكل ترقيه تقول هي بس الترقيه دي وبعديها ارتاح، الترقيه دي وبعديها ارتاح، واول ما تقعد على الكرسي تشتهي الكرسي الاوسع والاكبر. انا بحكي لكم قصص من الحياه. فده اسمه النجاح الاعرج، او زي ما بيقول يشوع ابن صراخ النجاح المؤذي لصاحبه. اديكم امثله تانية. واحد اسمه الغني الغبي، ده راجل ناجح قوي، بس نجاحه ما حسبش سؤال ماذا يحدث لو مت النهارده. فلما ربنا اداله خير في الارض كتير قوي بص للخير زي نبوخذ نصر كده، قال يا سلام على الخير الكتير ده، انا اقوم بكره هد وابني وهد وابني وهد وابني واقول لنفسي عيشي، ده انا سايب لاولادي وليا خير يقضيني كل سنين عمري، ده لو كل واحد صرف فيهم اللي يصرفه فلوسي مش ممكن تخلص. فيجي له صوت من السماء يقول له انت فاكر ده نجاح؟ قال له طبعا، هو في حد في البلد في مستوانا المادي؟ قال له ايها الغبي، النهارده هتطلب منك روحك ونفسك، فماذا اعددت من اجلها؟ غباء، فاكر نفسه ناجح بس الثمن ان هو راح. ده صدقوني حتى على مستوى الخدمه ممكن جدا اغراء نجاح في خدمه معينه ما كنتش واخد بالي ان ثمنه ان انا اخسر اخواتي الكهنه. يبقى ايه قيمه النجاح في الخدمه دي وانا خسرت اخواتي؟ الصحه، الامومه تتعوض ازاي؟ ايه قيمه انك ان عندك فلوس الدنيا كلها ومفيش دواء يشفيك؟ علشان كده يا ولاد عاوزينكم تبقوا ناجحين في كل شيء، أروم أن تكون ناجحا، بس اوعوا تنسوا الثلاث مبادئ اللي اتكلمنا عنهم. تفرح بالنجاح لأن مصدره الله مش أنت. 2، لازم الوسيلة تكون وسيلة
تبع وصية الله مش العالم وفساده. 3، لازم النجاح ما يكونش نجاح مؤذي، لأن كل حاجة ليها تمن، وقدام إغراء النجاح محدش بيبص على التمن اللي ممكن يكلفه حياته كلها. خلي بالكم يا ولاد. ربنا يديني ويديكم. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد، أمين.